صباح الخير، ازيكم؟ النهارده مع بعض هنتكلم عن درس جديد وهو الكويستشن تاج. ايه هو وبنستخدمه ازاي وبنحل اسئلته ازاي في الامتحان؟ ده اللي هناخده مع بعض النهارده خطوه خطوه. في البدايه يا ولاد، الكويستشن تاج من اسمه هو سؤال بلاقيه في نهايه الجمله، سواء كانت الجمله اللي عندي مثبته او منفيه. طب يا ترى معناه ايه؟ احنا بنستخدمه في الاستخدام اليومي العادي بالاسلوب العامي بتاعنا، لما اقول لك على سبيل المثال الدنيا بتمطر ولا ايه، أو آجي أقول لك مثلًا أنا سمعت إن أحمد دكتور شاطر، مش كده؟ طيب برضه لسه ما فهمتش، إيه الهدف من إني أحط السؤال القصير ده في نهاية الجملة؟ قال لي الquestion tag أو السؤال القصير ده في نهاية الجملة باستخدمه لحاجات كتير، منها مثلًا إني أأكد معلومة أو أصححها، إزاي؟ لما أنا آجي أقول لك النهارده الدنيا بتمطر والّا إيه؟ أنا مستني منك يا إما تأكد لي المعلومة دي وتقول لي أيوه الدنيا بتمطر، أو إنك تصحح المعلومة وتقول لي لأ الدنيا كويسة، الجو جميل. كمان باستخدم الكويشن تاج عشان اخد موافقه على اي موضوع، هروح لبابا وماما وهقول لهم احنا هنخرج النهارده مش كده، فانا بحاول اخد موافقه منهم باسلوب الطف. كمان يا ولاد بستخدمه عشان الطف اساليب الامر. احنا اتفقنا ان الامبيراتيف فورم او اسلوب الامر في الانجليش اسلوب دايركت مباشر: study well, wake up early, sleep early. فانت بتلاقي دايما الامر مباشر. انا عايزه اقوله باسلوب لطيف، بدل ما اجي اقول لك study well ذاكر، انا هاجي اقول لك احنا ورانا مذاكره مش يلا نذاكر. فده وسيله لتلطيف اسلوب الامر. في البداية قبل ما ندخل على الكويستشن تاج ونشرح ايه هو، لازم نكون عارفين الفرق بين حاجتين مهمين جدا. الفرق بين الفعل الأساسي في الجملة اللي هو المين فيرب، والفعل المساعد اللي بنقول عليه auxiliary verb أو helping verb. الفعل الأساسي من اسمه هو أساس تكوين الجملة. ده فعل بيوضح لي حدث معين حصل في الجملة. عندي شخص أو مجموعة أشخاص قاموا بحدث معين. مجموعة لا منتهية من الأفعال اللي إحنا أخدناها من أول ما درسنا إنجليش: play, eat, go, swim, travel, like. كل دي أفعال أساسية في الجملة. طيب الفعل المساعد بقى إيه هو؟ من اسمه هو فعل بيساعد. بيساعد مين؟ قال لي والله الفعل المساعد ده بيساعد أو بيسند الفعل الأساسي. طيب بيساعده في إيه؟ أول حاجة بيساعده في تكوين زمن. طبعا احنا واخدين زمن زي زمن الباست كونتينوس او البريزنت كونتينوس على سبيل المثال، اللي هو الماضي المستمر او المضارع المستمر. تكوينه قايم على وجود verb to be فيه، وverb to be ده اللي هو am و is و are أو was و were، دي أفعال مساعدة. كمان بستخدمه في تكوين سؤال. طبعا ما شفناش سؤال في الدنيا لا يحتوي على فعل مساعد، كل الأسئلة لازم فيها أفعال مساعدة، سواء بتبدأ السؤال فتيجي بمعنى هل، أو بتيجي بعد الكويستشن وورد اللي هي كلمة الاستفهام. كمان بستخدم الفعل المساعد في تكوين نفي أو جملة منفية. طيب أنا ليه باخد الفرق بين الفعل الأساسي والفعل المساعد النهاردة؟ عشان تكون عارف إن الكويستشن تاج بيعتمد أو بيبدأ بفعل مساعد، لا يدخل في تكوينه مطلقا الفعل الأساسي. أنا بستخدم الفعل الأساسي في حاجات تانية، لكن الكويستشن تاج لازم يبدأ بفعل مساعد. ملناش دعوة بالفعل الأساسي. لو لقيت فعل أساسي في الجملة عنيك ما تروحش عليه خالص في تكوين الكويستشن تاج. يبقى الكويستشن تاج بيتكون من فعل مساعد أول حاجة. تاني خطوة هي ضمير الفاعل. ركز معايا مرة كمان: فعل مساعد ده الكويستشن تاج ثم ضمير الفاعل. مش هنلاقي اسماء في الكويستشن تاج، يعني لو لقيت اسم احمد، اسم ساره، اسم منى، هنشيله ونحط الضمير المكافئ او ضمير الفاعل المكافئ ليه. وطبعا مش هننسى الكويستشن مارك اللي هي في نهايه الجمله اللي انا نسيتها دلوقتي. طيب ناخد ريفرشمنت او مراجعه سريعه على كل الافعال المساعده اللي احنا درسناها قبل كده، علشان نبدا الدرس وناخد الامثله على طول. اخدنا في الافعال المساعده اول حاجه verb to do. do و does في البريزنت و did في الماضي. اخدنا كمان verb to be. am و is و are في البريزنت، was و were في الماضي. اخدنا verb to have اللي هو has و have في البريزنت و had في الماضي. وركز جدا في verb to have، انا هشرحه بالتفصيل كمان شويه. عشان اقدر اقول ان هو فعل مساعد لازم الاقي سواء have او has او had متبوع بفعل في التصريف الثالث، غير كده لا. طيب آخر حاجة هناخدها هي الموديل فيربس أو الأفعال الناقصة. طبعا مجموعة كبيرة: will في البريزنت، would في الماضي، لكن طبعا المكان ما سمحش أكتبهم كلهم. أخدنا may might، أخدنا can could، must و ought to، وأخدنا shall و should. كل دي أفعال ناقصة بنعتبرها أفعال مساعدة. طيب أنا هشوف بقى الكويستشن تاج في الجملة بتاعتي إزاي. في البداية هتلاقي في جملة عندك، واتفقنا عادي جدا إنك تلاقي الجملة دي مثبتة أو منفية. بعدين هنلاقي كوما
موجودة بعد الجملة، وبيجي بعد كده الكويستشن تاج بتاعي. الكويستشن تاج ده بيميزه دايما إنه بيكون عكس الجملة، وفي النهاية بلاقي علامة استفهام. مرة كمان، جملة مثبتة أو منفية، وبعدين بلاقي الكوما، وبعدين بيجي الكويستشن تاج اللي بيكون عكس الجملة، وفي الآخر بلاقي الكويستشن مارك أو علامة الاستفهام. هلاقي حد وقفني وقال لي طيب أنا ما فهمتش جملة يعني إيه الكويستشن تاج أو التاج بتاعي عكس الجملة. هقول لك يعني لما تلاقي الجملة بتاعتك في الأول مثبتة، اتأكد إن الكويستشن تاج بتاعك منفي، اعكسه. طيب لو لقيت الجملة بتاعتك منفية، هنعكس التاج فهيبقى الكويستشن تاج بتاعي في حالة الإثبات. كده احنا قلنا معلومات كتيرة جدا على الكويستشن تاج، تعالوا نجمعها قبل ما نبدأ ناخد أول مثال ونحاول نحله مع بعض. في البداية احنا اتفقنا إن الكويستشن تاج هو سؤال بسيط بلاقيه في نهاية الجملة بعد الكوما، وفي الآخر طبعا بيكون فيه علامة الاستفهام. أوكي؟ طيب، تاني حاجة هنتكلم عليها هو بيبدأ بإيه أو بيتكون من إيه. لازم يبدأ بفعل مساعد، ملناش دعوة بالأفعال الأساسية، بيبدأ بفعل مساعد ثم ضمير فاعل، مفيش أسماء. تمام؟ يبقى مرة كمان بيبدأ بفعل مساعد ثم ضمير فاعل. طيب، تالت حاجة هناخدها احنا لسه شارحينها حالا، لو الجملة بتاعي مثبتة بلاقي التاج معكوس بيبقى منفي، ولو الجملة منفية بلاقي التاج بتاعي مثبت. فهمنا؟ تعالوا نطبق واحدة واحدة، ومن الأمثلة هي اللي هتجيبنا وهتعلمنا إزاي بنحل السؤال ده بسهولة. أول مثال عندي بيقول لي he is happy. he is happy يعني هو سعيد. بعد الجملة هنلاقي كوما، وبعدين طالب مني أكتب question tag. أنا مش عارف أتصرف إزاي في جملة زي دي. طيب، حل الجملة هو أنت أوريدي في الجملة ما عندكش معطيات ولا أي كي ووردز غير هي از هابي الجملة بتاعتك، فهي دي اللي هنبدأ وهنشتغل عليها. يا ترى الجملة دي أول خطوة هنعملها نعرف الجملة دي مثبتة ولا منفية؟ طبيعي هي جملة مثبتة. طيب، احنا اتفقنا لو لقينا الجملة مثبتة يبقى التاج بتاعي هيبقى ايه؟ التاج بتاعي هيبقى منفي، ودي معلومة هسيبها على جنب، مش هشتغل عليها خالص دلوقتي لأنه أنا اوريدي مش عارفاها، بس في الآخر هتأكد لي إذا كنت أنا ماشي صح ولا لأ في الخطوات. اتفقنا؟ طيب، نرجع تاني للجملة المثبتة بتاعتنا. لقيت جملة مثبتة يبقى أنت بتدور في الجملة على فعل مساعد مثبت. لقينا جملة مثبتة بندور على فعل مساعد زيها مثبت. طب لو لقينا جملة منفية يبقى هتلاقي الفعل المساعد زيها منفي. اتفقنا كده؟ طيب، هل في الجملة اللي انت شايفها قدامك في أي فعل مساعد من الأفعال اللي احنا لسه عاملين عليها ريفرشمنت حالا في الأربع مجموعات بتاعة الأفعال المساعدة؟ هتقولي أيوه verb to be هنا جاي على هيئة is. طب يا ترى هو مثبت؟ فعل مساعد مثبت؟ أيوه هو مثبت مفيش not. طيب، بتصرف ازاي دلوقتي؟ دي تقريبا الخطوة قبل الأخيرة، تعكس الفعل المساعد بتاعك. هنعكسه، لو هو هنا مثبت هحوله المنفي أو العكس، يبقى is هنا هتتحول ل is not. is not اللي بتساوي isn't، الاتنين واحد. طب أنا أستخدم مين فيهم؟ دايما في الكويستشن تاج من اسمه لأنه سؤال مختصر روح دايما للاختصارات، فإحنا دايما بنختار isn't على أساس إنها مختصرة أكتر. طيب is not غلط؟ لا مش غلط، مفيش مشاكل، بس دي فورم أو شكل مختصر أفضل. طيب، احنا اتفقنا الكويشن تاج بيتكون من ايه؟ قلنا بيتكون من فعل مساعد سواء كان مثبت او منفي. كده احنا حطينا الفعل المساعد المنفي بتاعنا. ناقص ايه؟ ناقص ضمير الفاعل. فين ضمير الفاعل في الجمله؟ هي. وما ننساش الكويشن مارك في نهايه الجمله. يا ترى هل انا اجابتي صح ولا غلط؟ تعالوا بقى نطلع لفوق خطوه كده بعينينا. هتلاقي التاج، احنا قلنا التاج هيبقى منفي. يا ترى isn't منفيه؟ ايوه منفيه، يبقى انا ماشي صح وتبقى اجابه السؤال بتاعي he is happy isn't he. مثال تاني هناخده مع بعض بيقول they are not tired. they aren't tired. هم مش مرهقين. طالب مني كالمعتاد بعد الكوما اني احط question tag في الجملة. اتصرف ازاي؟ نفس الخطوات اللي عملناها المرة اللي فاتت بالراحة، ولو انت شاكك او متسرع حاول تكتب بايديك علشان دايما الكتابة مش بتغلط. طيب they are not tired، يا ترى الجملة اللي قدامي جملة مثبتة ولا جملة منفية؟ هلاقي ان الجملة اللي قدامي دي جملة منفية. اتفقنا؟ طيب، طالما الجملة منفية يبقى التاج بتاعي العكس، مثبت. ايه اللي بيأكد لي ان الجملة اللي قدامي جملة منفية؟ طبعا انا لقيت aren't فيها not، وده اللي أكد لي ان جملتي دي جملة منفية. وزي ما قلت لكم التاج بتاعي هيكون العكس ومثبت، ملناش دعوة بيه، وهنشتغل على الجملة المنفية بتاعتي، هو ده اللي هشتغل عليه. الجملة المنفية معناها ايه؟ معناها ان الفعل المساعد بتاعي في الجملة هيكون هو كمان منفي.
طب يا ترى في الجملة اللي أنت شايفها فوق دي في أي أفعال مساعدة منفية من اللي إحنا أخدناها؟ قال لي أيوة aren't. أكد على المعلومة، هل هي منفية؟ أيوة في not في الآخر are not. مظبوط كده؟ طيب بنتصرف إزاي بقى دلوقتي؟ إحنا اتفقنا جبت الفعل المساعد بعكسه، هنا عندي الفعل المساعد منفي، بعمل إيه؟ بحوله لصيغة الإثبات اللي هي are. يبقى أول خطوة من تكوين الكويستشن تاج أنا عملتها، كتبت are. مظبوط كده؟ طيب الخطوة التانية بدور على ضمير الفاعل في الجملة اللي هو they. مظبوط؟ والكويستشن مارك في نهاية السؤال. يا ترى أنا ماشي على تراك وإجابتي صح؟ عينينا تطلع فوق خطوة. إحنا اتفقنا من البداية إن التاج هيكون في حالة إثبات، وبالتالي هي فعلا are في حالة الإثبات، والإجابة بتكون they are not tired are they. آخر سؤال هناخده على الجزئية دي هيكون they won't travel tomorrow. they won't travel tomorrow، هما مش هيسافروا بكرة. خلاص بقى احنا أخدنا مثالين أعتقد إنه سهل علينا نحل السؤال ده. جملة منفية ولا مثبتة؟ قلنا دي جملة منفية. يا ترى هي منفية ليه؟ علشان won't يا ولاد دي اختصار will not، لقيت فيها كلمة not فأنا قلت عليها جملة منفية. وطبعا بطبيعة الحال جملة منفية يعني التاج بتاعي هيبقى مثبت. نرجع لجملتنا اللي لقيناها منفية، وبالتالي هلاقي الفعل المساعد بتاعي منفي. ها شفنا ايه في الجملة؟ فين الفعل المساعد اللي موجود في الجملة؟ لقيت want، خلاص كتبته اللي هو اختصار will not. واتفقنا دايما بنروح للأشكال المختصرة، ما كتبناش will not كتبنا want. أتصرف إزاي؟ الفعل المساعد هعكسه، هو قدامي منفي فهحوله لصيغة الإثبات اللي هي will. دي أول جزئية من تكوين الكويستشن تاج. إيه اللي باقي عندنا؟ ننزل ضمير الفاعل اللي هو they. طيب نتأكد، إحنا فوق عرفنا إن التاج هيبقى مثبت وويل في صيغة الإثبات، والضمير الفاعل نزل زي ما هو والكويستشن مارك، إذا الإجابة صح، وبتكون إجابة السؤال they won't travel tomorrow. will they. تمام كده؟ طيب ندخل دلوقتي على قاعدة مهمة هتسهلي بعد ما أنا حفظت كويس الدرس، هتسهلي حل أسئلة كتير. لازم نكون عارفين دايما إن verb to be، verb to have، والموديل verbs اللي هي الأفعال الناقصة بيجمعهم حاجة لطيفة جدا، إن هم بنعتبرهم أفعال مساعدة ظاهرة. يعني إيه؟ يعني سواء كانت الجملة بتاعك مثبتة أو منفية هتشوف is أو is not. verb to have هتشوف has و has not. في الموديل verbs هتشوف will و won't. فده فعل مساعد ظاهر قدامك في الجملة مش هيتعبك خالص. بمجرد ما بتلاقيه في الجملة اعمل إيه؟ اعكسه على طول من غير تفكير وحط ضمير الفعل. يبقى احنا مشينا في الأول خطوة خطوة عشان نتعلم إزاي نعمل الكويستشن تاج. لكن في أي جملة في أي زمن لقيت verb to be أو verb to have أو الأفعال الناقصة اللي هي الموديل verbs، الأفعال المساعدة دي ظاهرة سواء في صيغة الأفيرماتيف اللي هي الإثبات أو في صيغة النفي. بمنتهى السهولة اعكسها من غير تفكير في نفس زمنها وحط ضمير الفاعل بعدها، وكده تبقى كونت question tag في منتهى السهولة. طيب قال لي في مشكلة أو في حالات ما بلاقيش الفعل المساعد ظاهر في الجملة. ما فيش فعل مساعد ظاهر في الجملة، بشوف الجملة ما فيهاش أي فعل مساعد من اللي إحنا أخدناه. في الوقت ده أتصرف إزاي؟ فكر في الفعل المساعد اللي إحنا ما ذكرناهوش المرة اللي فاتت اللي هو verb to do، اللي هو do و does و did، أو طبعا في حالة النفي هيبقى don't doesn't didn't. مظبوط كده؟ طيب إزاي الكلام ده؟ تعالوا ناخد المثال الجاي. المثال بيقول لي she plays well. she plays well يعني هي بتلعب كويس. كالمعتاد وبالطريقة الأولى اللي احنا اتكلمنا هنحل بيها السؤال ازاي، هندور على جملة بتاعي إذا كانت جملة مثبتة أو منفية. she plays well يا ولاد دي جملة مثبتة، وبالتالي التاج بتاعي هيكون تاج منفي. طيب احنا اتفقنا عينينا على الجملة، جملة مثبتة يعني فعل مساعد مثبت. طيب هل انت شايف فعل مساعد مثبت من الأفعال اللي احنا أخدناها موجودة عندك في السؤال اللي فوق؟ هلاقي حد يقول لي طيب انا شفت بليس، هقول لك خد بالك انا عشان كده شرحت لك في البدايه الفرق بين الافعال الاساسيه اللي هي المين فيرب والهيلبنج فيرب اللي هي الافعال المساعده. ملناش دعوه بالفعل الاساسي في الجمله، كانه غلط ومش موجود في الجمله خالص. طيب في الحاله دي انا بتصرف ازاي؟ مفيش اي افعال مساعده ظاهره قدامي، قلت لك اوتوماتيك فكر في do و does و did اللي هو verb to do. مظبوط كده؟ طب يا ترى أعرف إزاي أنا هختار do ولا does ولا did؟ هقول لك هنا بقى أول خطوة هتبص على الفعل. الفعل بتاعك في الجملة هو plays. طب يا ترى ده زمنه إيه؟ أنت هتعرف أوتوماتيك إن هو present simple اللي هو مضارع بسيط، وبالتالي do و does مضارع، لكن did بتتكلم عن الماضي، فهنستبعدها من الجملة وقدامي حاليا do و does.
يا ترى أنا هختار do ولا does؟ عيني المرة دي تروح على ضمير الفاعل اللي موجود عندي في الجملة she. she يا ترى بتيجي مع do ولا does؟ احنا اتفقنا ان do بتيجي مع I you we و they، انما does بنختارها مع he و she و it، وبالتالي she هتختار does. يبقى انا كده جبت الفعل المساعد المثبت اللي هو does، اتأكدت ان هو ده اللي بيجي مع ضمير الفاعل she، وطبعا اتأكدت من زمنه، من الفعل الأساسي اللي موجود في الجملة. اتفقنا أول خطوة في تكوين الكويشن تاج هعكس الفعل المساعد المثبت، هخليه منفي فهيبقى doesn't، وهنزل ضمير الفعل اللي موجود عندي في الجملة اللي هو she ونحط الكويشن مارك. وطبعا بنتأكد من فوق إن احنا من البداية قلنا إن التاج بتاعي هيبقى منفي، وبالتالي هو doesn't she، وتكون إجابة السؤال بتاعنا she plays well doesn't she. ناخد سؤال تاني على نفس الجزئية. She went to school yesterday. هي راحت المدرسة امبارح وطالب مني أكتب question tag مناسب. بالمثل الجملة اللي قدامي دي جملة مثبتة، وبالتالي التاج بتاعي منفي. نرجع للجملة المثبتة هنلاقي إن الفعل المساعد بتاعها هو كمان هيكون مثبت. ألاقي حد يقول لي فين الفعل المساعد بتاعي؟ نطلع للجملة ونشوف هل في أي فعل مساعد من المجموعة اللي إحنا أخدناها. كالمعتاد حد هيغلط ويقول لي went، هقول لك غلط، ده فعل أساسي في الجملة، أصله في البريزنت كان go، ملناش دعوة بيه، ده إحنا ما أخدناهوش من الأربع مجموعات بتاعة الأفعال المساعدة. طيب بما إن مفيش قدامي أي فعل مساعد حتى وأنت إحنا شطبنا عليها، بالتالي دماغي ومخي يفكر اوتوماتيك في verb to do اللي هو do و does و did. الخطوة الزيادة اللي بناخدها في الحالة دي ايه؟ ان احنا عايزين نعرف زمن الجملة. قلنا she went وده ماضي بسيط، يبقى احنا على طول استبعدنا do و does وده سهل عليا الجملة، اتبقى لي did. يبقى احنا جبنا فعل مساعد مثبت اللي هو did في الماضي، مظبوط كده؟ طيب نبدأ بقى نكون الكويشن تاج بتاعنا. نحط did في صيغة النفي لأنه كان مثبت حولناه للنفي، ونزلنا ضمير الفاعل اللي هو she وحطينا الكويشن مارك. وبقى إجابة السؤال اللي عندي she went to school yesterday didn't she؟ كده إحنا خلصنا الجزئية دي اللي بتتكلم عن الحالة اللي لو ما لقيناش فيها فعل مساعد ظاهر في الجملة. تاني قاعدة هنتكلم عليها النهاردة بتخص verb to have. احنا اتفقنا ان verb to have بيتكون من has و have و had. has و have في البريزنت و had في الماضي، مظبوط كده؟ طيب سؤالي هنا، امتى اقدر استخدم verb to have كفعل مساعد في الجملة وبالشكل ده هستخدمه عشان اكون question tag، وامتى اقول لا ما ينفعش استخدمه لان ده فعل اساسي في الجملة؟ طيب انا بستخدمه كفعل مساعد في الجملة لما بلاقي بعده تصريف ثالث، فعل في التصريف الثالث أو ال PP، يعني have و has و had أي واحدة فيهم بيجي بعدها فعل في التصريف الثالث اللي إحنا بنقول عليه PP. زي ما أقول مثلا على سبيل المثال she has eaten her lunch. she has eaten her lunch. شفت has ببص بعدها على طول لقيت eaten. طيب هل ده التصريف الثالث يا ولاد؟ أيوة إحنا واخدين إن eat اللي هو يأكل ده فعل غير منتظم irregular، فeat بتتحول في التصريف الثاني ل ate ثم eaten، يبقى ده فعل مساعد وأنا فعلا ينفع أستخدمه. طيب إمتى أقول ده فعل أساسي وما ينفعش أستخدمه؟ لو جه بمعنى يملك أو عنده أو ملكه أو بتاعه أو يخصه، وغالبا مش هتلاقي بعده أي فعل لأن هو لوحده قايم كفعل أساسي في الجملة. مثلا she has a car. she has a car يعني هي تملك سيارة. من الاسم كده طالما أنت قلت تملك إذا ده مش فعل هيساعدني خالص في تكوين الكويشن تاج. طيب في الحالة دي لو لقيت الجملة بالشكل ده وطالب مني أعمل question tag أتصرف إزاي؟ أوتوماتيك عينيك تفكر في الفعل اللي متبقي لينا مساعد وقلت لك مش بيبقى ظاهر اللي هو verb to do و does و did. ناخد مثال على الكلام ده. أما يقول لي she has finished her homework، هي خلصت الواجب بتاعها، وطالب مني هنا أجيب الكويشن تاج. طيب خطوة خطوة، جملة مثبتة إذا تاج منفي. طيب نرجع للجملة المثبتة هلاقي الفعل المساعد بتاعها مثبت، فهنشوف يا ترى في الجملة اللي قدامي في فعل مساعد في صيغة الإثبات. هلاقي حد يقول لي هاز، هقول لك في البداية اتأكد يا ترى ده فعل مساعد ولا لأ. هلاقي ناس تبص على الجملة وتقول لي أيوة ده فعل مساعد. اشمعنى؟ لأن جه بعدها فعل في التصريف الثالث للجملة، إذا أنا هستخدم هنا هاز كفعل مساعد، هبدأ بيه الكويشن تاج بتاعي وأشوف أتصرف معاه إزاي. طيب لقينا هاز فعل مساعد مثبت، هعمل إيه؟ هعكسه، فهتبقى hasn't she، وتبقى إجابة الجملة بتاعي she has finished her homework. hasn't she؟
طيب ناخد بقى سؤال تاني أما نقول she has a car. هي تملك سيارة. أنا دلوقتي من البداية أنا فهمت إن هو طالما has معناها يملك، إذا ده مش فعل أساسي أو سوري مش فعل مساعد هستخدمه في الجملة، بس همشي خطوة خطوة علشان نشوف إحنا هنتصرف إزاي. طيب إحنا اتفقنا إن الجملة دي جملة مثبتة، وبالتالي التاج بتاعها هيكون منفي. نرجع للجملة لقيناها جملة مثبتة، وبالتالي الفعل المساعد بتاعي مثبت. طيب فين الفعل المساعد المثبت في الجملة؟ هلاقي حد يقول لي has، هقول لك لا غلط. ليه؟ لأن احنا قلنا بمعنى يملك ومفيش بعده فعل في التصريف الثالث. يبقى كده أنا لو بصيت على الجملة لا فيها فعل مساعد وحتى has طلع فعل أساسي. أتصرف إزاي؟ أفكر على طول في verb to do اللي هو do و does with it. خطوة زيادة هنعملها، نختار الزمن والضمير اللي بيليق على الفعل بتاعي. في البداية she has a car، احنا اتفقنا انه ده present مضارع، وبالتالي هنستبعد did. هيتبقى ليا do و does. مظبوط كده؟ طيب she بتاخد do ولا does؟ خلاص قلنا she بتاخد does. هنعمل ايه؟ نعكس الفعل المساعد بتاعي، هنا مثبت هحوله لنفي، وتبقى الجملة بتاعي يا ولاد doesn't she. تبقى إجابة الجملة بتاعتي she has a car doesn't she. النهاردة اتكلمنا عن ازاي نعمل question tag في صيغة الإثبات أو النفي. المرة الجاية إن شاء الله هنتكلم عن الحالات الخاصة اللي بنلاقيها كتير في الامتحان. لو عندكم أي سؤال اكتبوا لي على درس إنجليزي أونلاين سواء في اليوتيوب channel بتاعي أو الفيسبوك بيج. هستناكوا. لو فهمتوا الدرس ما تنسوش تعملوا الفيديو لايك وشير. شكرا جدا. باي باي.